وينبغي للإنسان أن ينتبه لنفسه في هذه الأشياء، وإلا قد ضعف عندنا العمل وضعف عندنا اليقين. حتى يدخل واحد يصلي والله ما يدري ما يصلي، الله أكبر، ما يدري أنه يقف بين يدي الله العظيم، ويشرد قلبه، يشرد جوارحه، تشرد أمور لا إله إلا الله. وهذا بسبب ضعفنا ويقيننا بعظم الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. والله لو كان أمامك ملك أو رئيس وهو أمامك، الكرسي أمامك، يعني تبقى خاشع وهادئ وكلام مؤدب والكذا فيه، لأنه عرف هذا الشيخ أو هذا الرئيس أو هذا الملك، ويأتي في أحسن هيئة والعطور والعود والكذا، قابل رئيس هذا. قال مع اليوم مقابلة مع رئيس الجمهورية، الميم والشماغات والعمايم هذيك والعود ينفح والأمور وكذا، وجلس مؤدب وهادئ ولا يتكلم ولا عظم، هذا معظم عنده. وهكذا ينبغي يا أخوة الله أن نراجع أنفسنا. والله يعني ماذا نخشى أننا ما تقبل منا العبادات، والصلاة هذه الخشوع ما في خشوع ولا تدبر إلا من رحم الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يصلي ليس له من صلاته إلا عشر الأجر، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، ومنهم من لا ترفع صلاته فوق رأسه. فينبغي أن نهتم وأن نجد ونجتهد وأن نحاول نخشع، نتدبر آيات الله، ونتدبر أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله. فهذه مقدمة. الآن ما قد قرأنا في التفسير والوقت ضاق علينا الوقت، وقرأنا وعرفنا خيرا كثيرا في فضائل هذه أواخر هاتين الآيتين. وفي سورة البقرة عموما من لا تدخل الشياطين في بيت قرأت سورة البقرة. سورة البقرة لا تستطيع لها البطلة أي السحرة. سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة تظللان عليك، الله أكبر، وتحميا وتدافعان عنك. فضائل عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى. هذا للحافظ مش القارئ، للحافظ: اقرأ وارقى فإن آخر منزلتك عند آخر آية. حافظ جزئين معك منزلة، 2 جزئين 3 4 5. حافظ القرآن متقن له منزلتك عالية. فأهل القرآن هم أهل الله، قال عليه الصلاة والسلام: وأحباؤه، فهم في منزلة عظيمة. فلهذا سورة البقرة هذه لا بد نهتم بها. بعض الناس يشكون من السحر، بعض الناس يشكون من العين، بعض الناس يشكون من الأسحار، بعض الناس يشكون من... يا أخي سورة البقرة، افتح سورة البقرة داخل بيتك، خلي القرآن هذا دائما سورة البقرة في البيت، تخف المشاكل وتخف القضايا وتخف كل الشرور. لأن الشيطان لما يكون داخل البيت يشتغل، يقصد خصام بينك وبين زوجتك وبين أولادك ومشاكل وصياح وكذا فيه. لكن هذا البيت يكون خالي، لا تدخل الشياطين. إيش معنى هذا؟ معنى بيتك آمن، في أمان وفي خير. جرب الواحد إن شاء الله مثل هذا، اللي يشكو مثل ذلك يفتح سورة البقرة، يخليها على من أول آخر، تتلى القرآن، الناس يسمعون وهدوء واستقرار. وكم ناس استخدموها قالوا سبحان الله. فأحد الإخوة كنت أتكلم قال والله صحيح، وكان يعمل بها، قال والله إذا سويت سورة البقرة مثلية تخف المشاكل داخل البيت، حتى تمرد الزوجة عليه قال عجيب. إذا في سورة البقرة قال ما شاء الله أمور طيبة وبيني بينه، وإذا ما في سورة البقرة قال تنافر معها، ما أدري سووا له شيء في البيت. قال فسبحان الله، العلاجات موجودة، التحصين موجود، لكن التقصير منا، التقصير حاصل منا. وأما من حفظ السورة وكان يقرأها بنفسه خير كثير. إذا في جن وسحر يخرج على طول. جرب أسبوع اتلق سورة البقرة، اقرأها، حتى لو تقرأ قراءة بس سورة البقرة لمدة أسبوع، هي أكثر، بس نقول الأسبوع هذه تظهر عليك الأشياء، وأذكر الصباح وأذكر المساء وأذكر النوم، وسترى بعدها إن شاء الله أنك ترتاح.
لأن الشياطين تبقى في المكان الذي فيه الخرب، الذي خالي من ذكر الله ومن القرآن ومن كذا فيه، فتكفل الله لك بهذه يعني ماذا؟ التحصينات الربانية، تحصينات ربانية، ولا تستطيع الشيطان أن تتجاوز هذا الأمر، حصن حصين بإذن الله. وإن شاء الله في الدرس القادم نذكر ما في هذه الآيتين من فضائل وكلام أهل العلم أيضا فيها. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.